السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه كده، كلنا الدنيا حر وما بنحبش وقفة المطابخ كتير. فجبت لكم أكلة سريعة وظريفة وطعمها حلو جدا، هتعجبكم جدا وما بتاخدش أي وقت خالص. وأكيد باين من شكلها، حلو قوي. ممكن تتاكل برز، ممكن تتاكل بعيش. اللي عايز ياكلها كده مع طبق سلطة برضو مفيش أي مشكلة. هنشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنجيب صينية نحط فيها مادة دهنية، طبعا مش كتير علشان نقلل الدهون شوية. هننزل عليها ببصلة كبيرة مبشورة أو مفرومة. هنسيبها تتشوح شوية، ما بغمقهاش قوي، تشويح كده بس دهبي فاتح. هنزل عليها بفصين توم متقطعين أو مفرومين، ودي معايا معلقة كبيرة من هريسة الشطة الخضراء. ما بنحبش الحاجة الحارة، خلاص ما تحطوش، بس احنا عايزينها سبايسي شوية. فحطيت هريسة فلفل أخضر. وبعد كده هنزل عليها بمكعبات فراخ، مكعبات صدور. عايزينها وراك براحتكم، بس أنا عاملاها بصدور. طبعا الكمية بتبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. مش هقلبها دلوقتي إلا لما تاخد صدمة وتبدأ تتشمع. التوابل بتاعتي اللي هحطها ملح، فلفل، 7 بهارات، كاري ده أساسي، ربع معلقة صغيرة كركم. وانا نسيت احط في الطبق البابريكا، بس انا حطيتها وانا بحط التوابل. كده خدت صدمة بعد ما قلبناها. وهقلبها تاني تقليبة مع التوابل، تتشوح شوية كده مع التوابل. هي الصينية بتتحرك معلش علشان انا بقلب بايد واحدة وبصور بالايد التانية، مش متحكمة فيها قوي. كده اتشوحت مع التوابل كويس. هنزل بقى بمكعبات بطاطس، ظن مفيش اسهل من كده. قلبناهم مع بعض لما تشوحوا شوية حلوين كده مع بعض. وبعدين هنزل بالمية المغلية بتاعتي. عايزين تنزلوا بشوربة مفيش اي مشكلة، براحتكم خالص. ما كانش عندي شوربة حطيت مية. مية مش كمية كبيرة، يعني مش تغطيها، لا ما تبقاش مغطيها، تبقى بالشكل ده، لان البطاطس ما بتاخدش سوا كتير اصلا ولا الصدور. وغطيتها. بعد ما دخلت في السوا دخلتها الفرن، حمرت الوش بتاعها. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. مش عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، جميله جدا. انا عملت جنبها رز ابيض، انتوا بقى براحتكم، رز، عيش، سلطه، وناكلها بالشوكه براحتكم خالص. يا رب تكون عجبتكم وجربوها. ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، وكومنت حلو منكم بيفرحني وبيسعدني. وإن شاء الله كل يوم هقدم لكم حاجة ما بتاخدش وقت خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.